نقلت الصحف الجزائرية أمس تصريحات لوالد نجم الترجي الرياضي يوسف البلايلي ووكيل أعماله حول قرار بعدم تمديد عقد نجله مع نادي باب سويقة، والذي يتواصل إلى غاية شهر جوان 2026. والد البلايلي تحدث بنبرة الواثق بأن التمديد مع الترجي اليوم غير مطروح، وأن وجهة يوسف المقبلة قد تكون باتجاه مولودية الجزائر، موجها رسائل إلى مسؤولي الفريق بأنهم يعرفون ما عليهم فعله في الفترة القادمة، أي تقديم عرض يليق بالنجم البلايلي للفوز بخدماته. في المقابل تشير مصادر الصريح أونلاين الخاصة والقريبة من دوائر القرار في الترجي الرياضي أن هذه التصريحات لا تأثير لها في شأن موضوع تمديد عقد يوسف البلايلي من عدمه. وتؤكد مصادرنا أن رئيس الترجي الرياضي حمدي المدب هو من سيحسم ومن سيقرر إن كان النجم الجزائري سيمدد عقده مع النادي أم لا، والأمر حاليا يعد سابقا لأوانه. رغم أن بعض الدوائر في الترجي تشير إلى أن هذه التصريحات لوالد البلايلي تحمل رسائل ضمنية لنادي باب سويقة ورغبة في الترفيع في العائد المالي لأي عقد جديد للبلايلي مع الترجي، ورغم أن الموضوع تحول إلى جدل بين جماهير الترجي، فإن الرسالة واضحة: مسألة التجديد من عدمها ستطرح في أوانها وسيتم حسمها. وإن كانت مصادر الصريح أونلاين تؤكد أن موقف يوسف البلايلي مغاير تماما لما صرح به والده أمس، ملف للمتابعة. ما قاله والد البلايلي حفيظ بالمصادر الجزائرية: أكد والد اللاعب ووكيله في تصريحات لجريدة كومبيتيشن الجزائرية أنه لن يجدد عقده بعد انتهاء المدة الحالية، يفترض أن تنتهي في جوان يونيو 2026، وأنه سيكتفي بإكمال الموسم الحالي فقط. لفت إلى إمكانية انتقاله للمولودية الجزائرية في يناير 2026 إذا لم يتم فعل ذلك في الصيف. صحف أجنبية فوت أفريكا وون فوتبول نقلت بدورها أن الجانبين اتفقا رسميا. البلايلي ينتظر العودة إلى تونس للانضمام للتحضيرات للموسم الجديد. التقييم: يوجد انقسام واضح في المؤشرات. الجانب الأول والده، موقف حازم بعدم التجديد وربما انتقال للمولودية. الجانب الثاني الإعلام والإعلانات الرسمية، مفاوضات إيجابية تمخضت عن تمديد لموسم إضافي حتى 2027. ماذا يعني هذا؟ إذا كانت تصريحات والد البلايلي هي الأحدث 14-15 يوليو 2025، فقد يكون موقفه النهائي هو عدم تجديد العقد. أما إذا كانت الأخبار الأخرى دقيقة، فهذا يعني أن الترجي نجح في اقتناص البقاء لموسم آخر. الخلاصة: حقيقة الأمر غير مؤكدة حتى يصدر تصريح رسمي موثق من نادي الترجي أو من البلايلي نفسه. في هذه الفترة منتصف يوليو 2025 نعتبر الخبرين في حالة عدم استقرار، ولم يتم ترجيح جهة واحدة بعد. كما وردت أخبار جديدة بشأن البلايلي تفيد أنه التقى حفيظ الدراجي وأخبره أنه جدد مع الترجي لموسم إضافي حتى عام 2027. في نهاية الفيديو، هل تظنون أن يوسف البلايلي سيواصل المشوار مع الترجي، أم أن وجهته القادمة ستكون الجزائر؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد أولاً بأول.